العالم واهتمام الرئيس بالمظلومين في العالم كله، وجزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة من كيد الكائدين. أما ما يتعلق بتركستان الشرقية، هذه الدولة من الدول التي ساهمت في الحضارة الإسلامية قديما لفترة طويلة، ولكن من سنة الله التداول. الدول تأتي عليها أيام من الضعف وأيام من القوة. جاءت إلى هذه المنطقة الضعف والاحتلال، طبعا كل هذا بسبب انتشار الجهل والبعد عن الدين الصحيح والفرقة بين المسلمين، وهذا أدى إلى احتلال هذه المنطقة من قبل دولتين كبيرتين، روسيا والصين. وطبعا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي استقلت الدول في آسيا الوسطى المسلمة، ولكن نحن في تركستان الشرقية بقينا تحت الاحتلال الصيني إلى الآن. قيل في هذا المؤتمر من قبل المندوب الصيني في الجلسة الصباحية كلاما جميلا يجمل سياسة الصين. أنا أسأل سؤال من القائمين هنا: هل هناك نظام شيوعي في أي دولة في العالم كانت تتعايش مع الأديان جميعا بسلام، وخاصة مع الإسلام؟ أنا أعتقد كل من عاش تحت الاحتلال أو تحت سلطان الشيوعية يعرف جيدا كيف أذاق الشيوعيون المسلمون في العالم كله، وخاصة في الاتحاد السوفيتي حتى ألبانيا أو غيرها من الدول، أذاقتهم سوء العذاب. ويقول يعني هناك قلة من الأئمة والعلماء، والسبب في ذلك لأن العلماء الراسخين في العلم إما معتقل وإما مقتول، وخاصة بعد ارتفاع وتيرة الحرب على الإرهاب في العالم كله بمسميات متعددة، أصبح المسلمون في تركستان المتمسكون بدينهم في نظر الحكومة الشيوعية كلهم تقريبا إما أصوليين أو متطرفين. أخ محمود أوجز ب5 دقائق لو سمحت. والسبب كما نعلم يعني في بداية هذه السنة في شهر يناير قتل الشيخ محمد صالح دامغان، وهو مترجم القرآن الكريم إلى اللغة الأيغورية، وهذه الترجمة طبعت حتى في السعودية وفي تركيا وغيرها. قلة العلماء سببه إعادة الطلاب الدارسين في الخارج في مصر أو غيرها من الدول قسرا باتفاق مع هذه الحكومات. ثالثا إغلاق المدارس والكتاتيب لحفظ القرآن الكريم. طبعا هناك معهد إسلامي لتخريج الأئمة، هل يكفي معهد واحد على الأقل ل30 مليون مسلم يتخرج فيها في كل 5 سنوات 100 طالب؟ كل هذا طبعا لا يكفي. أما ما يحدث من 2 سنين تقريبا، أولا مصادرة جميع ما يتعلق بالإسلام والمسلمين من سجادة الصلاة والمصاحف والكتب الإسلامية. ثانيا تقسيم المسلمين جميعا إلى 3 فئات: آمن، عادي، غير آمن، واعتقال كل من صنف على أنه غير آمن سواء ارتكب ذنبا أو لم يرتكب أي ذنب. رابعا جمع المعلومات الوراثية الحلم النووي لسكان هذا الإقليم دون مبرر قانوني، لا نعرف ماذا يفعلون بالحلم النووي. خامسا حفر الأسماء الإسلامية، هم
حضروا حوالي 29 اسما إسلاميا مثل أحمد ومحمد خديجة وعائشة وغيرها، كل ما يتعلق لرموز المسلمين الذين سبقوا في العهود القديمة منعوا هذه الأسماء. سادسا نظام المراقبة. هم وضعوا نظام المراقبة، وهذا يعتمد على برمجيات لتحديد ملامح الوجه والتعرف لسكان الإقليم من مسافة 300 متر. سابعا ما يسمى مراكز التأهيل. من سنة تقريبا أو يزيد، كل متدين ملتزم بالصلاة مثلا جمعوهم في مراكز التأهيل في أماكن مختلفة. في هذه الأماكن طبعا يسأل عن أسئلة، يربى على النظام الشيوعي وتمجيد الحزب الشيوعي، وأسئلة اختبار في كل 3 أشهر هناك اختبار مكونة من أسئلة كثيرة. مثلا كمثال واحد: هل الرزاق الله عز وجل أم الحزب الشيوعي؟ إذا قال أي واحد أن الرزاق هو الله عز وجل، هذا عقله فيه تطرف وأصولية ويحتاج إلى البقاء في هذه المراكز. طبعا مثل هذا كثير، ما يصادم عقيدة المسلم في كل سؤال. لذا الآن هناك كثير ملايين، قد يكون مليون على الأقل في مثل هذه المراكز. ونحن كإنسان نريد أن نعيش كإنسان. الآن المجتمع الدولي كما يقال يتعامل مع المظلومين على أساس دينه في الغالب، كما يقال في المثل العربي: قتل كلب في الغابة مسألة لا تغتفر، وقتل شعب بأكمله مسألة فيها نظر. المسلمون يعاملون بهذه الطريقة، مئات أو آلاف من المسلمين يقتلون في أغلب الأماكن، وهؤلاء كونهم مسلمين مجرمون أو يستحقون القتل. طبعا هناك إرهابيين ومتطرفين من المسلمين، هؤلاء شوهوا هذا الدين وشوهوا معتنقي هذا الدين. ولكن هل من المعقول أن يخرج من كل شاب في العالم من المسلمين مثلا 1% أو أقل من 1% متطرفين، ويصبح كل هذا الشعب يعامل على أنه متطرف ويستحق القتل والإبادة؟ طبعا كل هذا الظلم في النهاية أخرج أناس متطرفين حتى يكفرون المسلمين وأساءوا إلى الإسلام والمسلمين. ونحن نرجو كل الحاضرين هنا على الأقل التعرف على هذه القضية، على قضية تركستان ومسلمي تركستان، ونشر قضيتهم. وثالثا الدعاء لهم على الأقل. نحن لا نطلب من الحاضرين أو من الدول، طبعا الصين دولة كبيرة الآن الكل يسلم عليها تعظيم سلام. نحن نعرف هذا. يا أخ محمود، وصلت رسالتك، جزاك الله خيرا. ندعو لكم إن شاء الله بالنصرة على أعدائكم. بارك الله فيكم وجزيكم خيرا. تفضل يا أخي الكريم.